قول الله عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هنا جعل بينهما برزخا، كما نظر في الصورة هنا قال البرزخ له معنيان. المعنى الأول الحاجز بين الأنهار والبحار، وهو الأراضي اليابسة. هذا اللي تشوفه الآن، هذا الأراضي اليابسة تعتبر حاجز بين هذا البحر وبين هذا النهر. وتأتي طبعا لا تختلط هذه المياه، ويأتي الحاجز يسموه غير مرئي للبشر، والله عز وهذا خلق الله عز وجل بقدرته، فلا يختلط الماء العذب بالماء الماء العذب بالماء المالح، وهذا يسمى يرجع الكثافة، يعني هذا كثافة عالية وهذا كثافة خفيفة فلا يختلط. وهذا موجود المجمع هذا أو هذا المكان، والذي اطلع عليه موجود في ماذا؟ في بعض البحار. فالله عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ولذلك يسمى القبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، يعني الحاجز.